السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في كورس العملي زي ما انتم شايفين. طبعا معانا العربية الام بي 4 وكان عندنا مشكلة في المكنة. طبعا فحصنا بالجهاز، طبعا السي 4 والجال تيست كان عندنا عطل في دايرة الجاز بل في الترومبة وفي حساس اللي هو المسطرة. بعد ما مسحنا الأعطال دي العطل برضو ايه مفيش مشكلة، بس لما بيطلع على الطريق بيظهر العطل تاني، معناه ان كده في مشكلة في دايرة الجاز. ممكن يكون بل في الترومبة او ممكن يكون في تسريب في دايرة الجاز. لسه الشباب شغالين في العربية، فاحنا لغايه لما يخلصوا بقى ايه نتعرف على الشباب واحد واحد كده. مهندس محمد طبعا معانا في شركه جال تيست، يعني مش من المتدربين. هناخد الشباب كل واحد يعرفنا بنفسه ومنين، ولو في اي ملاحظه او عايز يشكرنا بكلمه ماشي، يعني احنا بنقبل الشكر. يعني لو في ملاحظه او تعليق على الكورس يقول لنا مثلا عايز يظبط حاجه معينه، عايز يزود حاجه معينه. تمام. السلام عليكم. عمار من العراق. مبدئيا بالنسبه انا هنا احب اشكر المهندس اسلام وكل الكادر اللي معاهم موجودين بشركه جالتس، من المهندس اسلام واستاذ ياسر واستاذ احمد وباشمهندس محمود. ما شاء الله عليهم، مرتبين وشغلهم 100 يعني. من اول يوم دخلت معاهم الكورس الشرح معاهم واضح ويوصلوا لك الفكره بدق التفاصيل مع استاذ اسلام. ما شاء الله عليهم. السلام عليكم. أنا إبراهيم من العراق. آه، دخلت كورس مع إسلام المهندس إسلام المصري، والكورس بتاعهم حلو كويس يعني، وأخلاق وحلو يعني حيل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا محمد من العراق، واول شيء بدي احيي الاستاذ اسلام ونشكره على التدريس المناسب، وطبعا يوصل الشرح لك مباشره وما يحتاج تعب روحك، من اول مره يشرح وكافي. وطبعا ما ننسى نشكر الاستاذ باشمهندس محمود تعبوه، ونشكر جميع الموظفين المشتغلين بشركه جالتس وبس. مهندس محمد من مصر المنصورة، واتشرفت معرفة الباشمهندس اسلام طبعا، واستفدت منه جدا، واستفدت من الباشمهندس محمود، ويعني ان شاء الله ربنا وفقنا في الكورس واستفدنا جدا والحمد لله تمام. احمد محمد رجب، غربيه المحله. بنشكر الباشمهندس اسلام والباشمهندس محمود والباشمهندس ياسر. صراحه الكورس تمام وكويسين وبيفهموا كويس، والحمد لله يعني ربنا يوفقهم الحمد لله. احمد صبره من المنيا. اشكر جدا الباشمهندس اسلام والباشمهندس محمود وكل الفريق شركه جالتس، لان هم قدروا يقدموا لنا محتوى علمي، واحنا نزلنا كمان نطبقه عملي على عربيه. مثلا كانت عندنا عربيه ام 4، قدرنا فعلا ان احنا نطبق اللي احنا اتعلمناه واستفدنا من الكورس يعني. شكرا. طبعا النهارده كان يوم الام بي 4، ان شاء الله هنوفر يوم تاني للام بي 3. طبعا النهارده في ضيافه ابو الدهب. احنا النهارده في الحومديه، تمام، قبل المرور لو انت جاي من ناحيه المنيب، وبعد المرور لو انت جاي من من الدائري الاوسطي. طبعا بنشكر ابو الدهب ان هو استضافنا النهارده ووفر لنا موضوع العربيه. طبعا الخدمات اللي بيقدمها هنا عنده ان انت عايز تصلح حاجه تخص الكهرباء، تخص الكنترولات، تمام، عندك مثلا جميع الكنترولات، لو عايز تصلح كنترول معين، عايز تشتري، الحاجات كلها موجوده. برضو ممكن ناخد بصه كده جوه المحل ونشوف ايه الحاجات المتوفره عنده. طبعا هندخل دلوقتي عند ابو الدهب ومعانا الباشمهندس احمد. اتفضل يا هندسه. عامل ايه يا ريس؟ عامل ايه هندسه؟ باشمهندس طبعا يعني هيعرفنا ايه الحاجات اللي ممكن يقدمها لحد شغال في الاكتروس، مثلا صيانه الكلام ده كله. طبعا هسيب له المايك هو اللي يعرفنا اكتر. حبيبي هندسه نورت الدنيا. احنا طبعا هنا عندنا عاملين سيميوليشن لاكتر من موديل، ام بي 2 ام بي 3 وام بي 4، في منه موديلين، عشان لو في اي كنترول لاي موديل في مشكله نقدر نجربه على الضفيره باريحيه. طبعا عندك بنقدر نجرب الحقن طبعا على كنترول الام سي ام 2.1 و2، ونقدر نجرب السي بي سي، ونقدر نجرب الفتيس تغيرات في الام بي 4، ونقدر نجرب برضو الحقن في الام بي سي، ونقدر نجرب الاف ار الجي ام انوار. تقريبا 80% من العربيه نقدر نجربها هنا على الضفيره، على السيميوليشن اللي احنا بنعمله. طبعا كل كنترول الحمد لله كل الكنترول بتاع المرسيدس بتتصلح يعني،
سواء ام بي 1 ام بي 2 ام بي 3 4. الحمد لله كله بيتصلح. في بيئه برضه الناس لو حد جاي وفي لغي بيئه طبعا لجميع انواع السيارات والمعدات وكل لو حد هيشتري كنترول برضه يضاف. في طبعا قطع غير متوفره ان شاء الله يعني. زي ايه مثلا غير الكنترولات مثلا ممكن موجود هنا؟ يعني في بلوف مثلا وكده؟ في بلوف في بلوف طبعا، بلوف بتاعت مثلا البلوف بلوف هواء كامله بتاعت الفرامل. في بلوف بلوف الفتيس مثلا برضه بلوف موجودة. الفتيس موجوده. في بلوف اللي هو بلف الهواء بتاع الام بي 4 اللي هو 6 بلف الالكتروني دوت موجود. اللي هو الاي بي يو اللي هو الاي بي يو الحديث. في كل حاجه. وفي برضه فولفو لو قطع غيار فولفو. لا ضفيره، احنا عاملين ضفيره بس سيميوليشن كده، وبنقدر برضه نشتغل على الفولفو ونصلح فولفو. جميل يعني مش اكتر بس يعني ان شاء الله دخلنا في كذا حاجه يعني. في طبعا جهاز الجال تيست فحص طبعا جميع طبعا شارين طبعا جال سي 4 تيست. والجهاز طبعا سي 4 راكب على الطابلوه بحيث ان هو اي كنترول يتصلح تمام. نقدر نفحصه يعني. نفحصه ان شاء الله على تمام يا هندسه. ماشي. طبعا الباشمهندس ان هو استضافنا النهارده في مكانك هندسه طبعا. مكانك. تعبناهم وعطلناهم معلش يعني. مكانك تسلم يا باشمهندس احمد. طبعا هنا المحل الثاني، احنا لسه من شويه كنا في المكان بتاع الصيانه، لا هنا قطع الغيار بقى. يعني عندك الجي امات، عندك الدواسه، عندك طبعا الجي امات اللي هي القديم والحديث، يعني اللي طبعا الحديث اللي هو بتاع الام بي 4 اللي هو الاس سي اي واللي هو السام، او الحديث اللي هو الاس سام. عندك الشاشات طبعا ام بي 2 ام بي 3 ام بي 4، عندك تاكوجراف، عندك بلوف الفتيس، عندك كاسيت، الضفاير لو انت عايز ضفيره موجود ضفاير. طبعا عندك هنا كنترولات الاي اي اس، طقم الدواره، اي حاجه تقول ام ار، كنترول الفتيس جي اس، ام سي ام، اي سي ام، كنترول البيئه، طقم دواره طبعا الام بي 4، اي اي اس والام سي ام والتي سي ام. طبعا الزراير، اي حاجه تخص التابلو، تخص الابواب، كنترول الابواب، موتور ازاز، اي حاجه كنترول التكييف. يعني ما شاء الله هنا في كوكتيل من الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها سواء في الاكتورس ام بي 4 ام بي 3. عندك بلوف الهواء، بلف المشغل بتاع الام بي 4، طاره كامله لو انت عايز طاره كامله في الام بي 4 او الام بي 3. طبعا احنا حبينا نديكم جوله كده داخل المحل هنا. وطبعا المكان في الحومديه، يعني اللي حابب يجي هنا المكان الحومديه عند المرور. لو انت جاي من المنيب يبقى قبل المرور على الشمال هتلاقي فيه ايه ابو الدهب، او لو انت جاي من داخل الحومديه هيبقى بعد المرور على اليمين. تمام يا رجاله، السلام عليكم.